انا خطيبتي قالت لي انها مش عايزاني. اتقدمت البنت من 5 شهور، كانت معايا في الكليه. قبل لما اتقدم لها حاولت معاها كتير وهي كانت رافضه فكره الارتباط، وقالت لي انا مش هخش في ارتباط والكلام ده، عايزني الباب مفتوح وساعتها هتاخد فرصتك وهتعرف انا هوافق عليك ولا لا. وفعلا بعد ما اتقدمت لها وقعدنا مع بعض فتره مخطوبين سابتني، ولقيتها بتقول لي قبلت بيك كشخص في حياتي، اديتك فرصه بس حبيتك لا. وقالت لي كمان انا مش هديك غير على قد ما قدرت وطاقتي، وما وعدكش ان انا هديك اكتر من كده. انت مستعجل وعايز كل حاجه بسرعه، وانا كنت صريحه معاك من البدايه اننا هندي نفسنا وقت ونتعرف على بعض. والحاجه اللي ضايقتها اكتر ان شقتي في بيت عيله وهي مش حابه الموضوع ده. مش عارف اعمل ايه بصراحه. بعد كل ده احاول ارجع ولا لا؟ بص يا صاحبي، انت دخلت الحوار ده وانت بتحبها وعايزها، وفي نفس الوقت كنت عارف ان هي مش بتحبك وانك الحيت عليها كتير عشان ترتبط بيها، فهي حسبتها بالعقل واديتك فرصه انك تتقدم، وفعلا اتخطبت. فهي شافت في الفتره دي ان انت كنت بتضغط عليها وعايزها تحبك بالعافيه، هي شايفه كده ومستعجل على كل حاجه. فمن الاخر هي اتقفلت من الموضوع. وكمان حته الشقه دي زودت الموضوع اكتر، لان حته بيت عيله دي بنات كتير ما بيعجبهاش الموضوع ده، لان بيحصل مشاكل بسببه كتير. فبالتالي طالما هي قعدت معاك الفتره دي وما اقتنعتش او ما حبتكش، مش هتعرف تتقبلك بعدين حتى لو انت قعدت تحاول من هنا لحد 100 سنه جاي. انا مش بحبطك بس هي دي الحقيقه. فانا شايف ان ما ينفعش ترجع الحوار تاني ولا حتى تحاول فيه، لان محاولتك في الموضوع اكتر مش هيعجبها اكتر. قول لي بقى رايك في التعليقات، المفروض هو يحاول يرجع ولا لا؟ ولو عندك اي سؤال او مشكله عايزنا نناقشها مع بعض ابعت لي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في البايو. سلام.